الحمد لله. الله يخليك يا الله. شيخ رامي أنا من العراق. أهلا وسهلا بك. أبيك أكثر من الطائفة الشيعية. نعم. شيخ رامي أنا من أيام صار وياي موقف يعني. أنت عندي سني؟ أنا سيارة. ها؟ أنت سني؟ لا شيعي. شيعي. أهلا وسهلا يا حبيبي. أبيك أكثر. عندي أنا سيارة حمل تريلر، ومن أيام عطلت سيارتي بالأنبار. معروف إحنا عندنا بالأنبار يعني إخواننا كلها سنة هناك يعني، فالتقيت فيهم. أنا كنت مرتاح يعني من قضية السنة والشيعة وهاي الأمور كلها مو بالي، بس نتخالط وياهم شيخ رامي يعني اكتشفت ان اكو امور احنا عندنا الشيعة يعني غلط وماشيين عليها. نعم. يعني ابسط الامور بالنسبه للايه القرانيه تقول سوره الحمد واياك نعبد واياك نستعين، يعني اليوم ما واحد ما يستعين الا بالله سبحانه وتعالى، وما يعبد الا الله سبحانه وتعالى. هاي قضيه. القضية الثانية شيخ رامي، يعني اكتشفت ان على معنى يعني اكو هواي شغلات مع الاسف يعني هواي كذب مثل ما تقول، يعني اكو شغلات في الاصل انها حرام، يعني عندك زواج المتعة وما غير. فظليت ابحث يعني عن الحقيقة يا شيخ رامي. نعم. انا صراحة يعني اريد الحق يعني، لان مثل ما تقول شلون دخلت الدوامة انا بغنى عنها يعني. طيب ظليت يعني ما اعرف الصح هي هو والغلط هو. أنت تقسم بالله أنك لن تشتم أو تسيء؟ لا اقسم بالله انا وين شيخ رامي بس اربط منك الموضوع. بالنسبه للصحابه، الصحابه خط احمر. ليش؟ لان هم اول شيء اصحاب رسول الله، صلى ومن الله عليه يطعن وسلم. باصحاب رسول الله كانما طعن برسول الله. صدقت. هاي قضيه. القضيه الثانيه بالنسبه للسيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، زوجة الرسول، ولا يحق اي كان اتكلم عنها بسوء. صدقت. أحسنت. شوف يا حبيبي، عيون. الله يسعدك يا رب، تسلم عيونك. القرآن كتاب هداية، متفقين على ذلك. وأخبر الله تبارك وتعالى، أخبر المولى سبحانه وتعالى بذلك في القرآن: إن هذا القرآن يهدي. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأي واحد يقول لك القرآن لا يفهمه إلا المعصوم يبقى ده قلبه مقفول. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن لو قرأناه أنا وأنت نجد كل الآيات تأمرنا بدعاء الله تبارك وتعالى. نجد كل الآيات تبين لنا أنه لا ضر ولا نافع إلا الله. يعني أنا والله أنا أكلمك وأقول لك لا ضر ولا نافع إلا الله، فتحت خرجت أمامي الآية رقم 12 في سورة الحج صفحة 333. قال الله تبارك وتعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. وأنا لسه عارض رواية في بحار الأنوار للمجلس في المجلد 25 صفحة 289. قال أبو عبد الله قال: فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفانا، ما نقدر على ضر ولا نفع. والآية القرآنية تقول: يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع. نعم. ما رواية قرأت بحار الأنوار. فالآئمة لا يملكون، بل النبي لا يملك صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. يبقى إذن كلنا ندعو الله. كلنا ندعو الله فعلا. قلت لك يعني شيخ رامي يعني ظليت أتابع الشيخ بدر المشاري. نعم. والشيخ عثمان الخميس، ودائما قلت لك يعني اكو قضايا انا كانت خارج فكري اصلا. أنت الأول أنت بتتكلم من السبيكر؟ اي نعم. لو تتكلم من الهاتف مباشرة الصوت هيكون أوضح بكثير. ان شاء الله. بس لحظة. هسه الصوت واضح؟ نعم. قلت لك شيخ يعني ظليت اتابع الشيخ بدر المشاري والشيخ عثمان الخميس. نعم ما شاء الله. هواي امور اتضحت لي. الحمد لله.
واتمنى من الوادم يعني تركز على هذا الموضوع. ابشر ابشر باذن الله تبارك وتعالى. طب هل انت الان اهتديت ام عندك بعض الاشكالات تحب ان تسال عنها؟ لا انا وين شيخ رامي، يعني انا مهتدي، يعني انا عندي قانوني ان لا اله الا الله، وما يصير اي يعني ما ندعو الا الله سبحانه وتعالى. انا هاي يعني ماخذها من القران الكريم، وبالنسبه لديني انا ماخذها من كتاب الله كله، يعني أحسن. كل شيء اليوم مذكور بالقران. والسنه مكمله سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اطيعوا الله واطيعوا الرسول ومن يطع الله ورسوله. وبالنسبه لقضيه اصحاب الرسول وزوجه الرسول، قلت لك يعني انا ارجع واعيد هذا الموضوع، يعني واتمنى اخواننا هم يفهمون هذا الموضوع، ان اصحاب الرسول بعد هم اصحابه، من يطعن باصحاب النبي يطعن بالنبي نفسه. أيوة. صح ولا لا؟ صدقت. ومن يطعن بزوجه النبي كانما يعني يطعن بعرض النبي، فهذا شيء لا يجوز. ما شاء الله عليك. وبالنسبه لزواج المتعه يا شيخ رامي، اتمنى توضح يعني للكل ان زواج المتعه هو عباره عن زنا يعني. اي والله. انا هاي صدقت والله، ولا يقبله انسان شريف، لا يقبل على اختي او على امي او على ابنتي. يعني اليوم الانسان يعني نقول ما يتقبلها على نفسه، ليش يتقبلها على غيره؟ ايوه صدقت. المعممين يقبلون هذا لانفسهم ولا يقبلونه على انفسهم. فعلا صدق. الله يثبتك ويبارك فيك. انا بس ليا طلب واحد، موضوع الوضوء، اتمنى جزاك الله خيرا انك تغسل قدمك في الوضوء، لان هذا هو الوضوء. الشيخ رامي بس اريد اخدمك موضوع الوضوء. انا يعني بالنسبه لموضوع الوضوء، واغسلوا بارجلكم الى الكعبين، وامسحوا بوجوهكم وارجلكم الى الكعبين. وامسحوا بارجلكم الى الكعبين. زين اذا امسح انا شلون راح يعني شلون الوح الكعبين؟ احسنت ما شاء الله عليك. ما في احد بيمسح الى الكعبين. الى الكعبين تدل على انه الغسل. اي غسل. بالنسبه للوضوء يعني يكون غسل، يعني لان كان حتى الامام علي بن ابي طالب عليه السلام هم كان يغسل رجليه بالوضوء. صدقت. صح ولا لا؟ اي والله. الله ينور عليك. وهذه روايات موجوده ايضا في بحر الانوار وغيره. موجوده فعلا، وانا هم قرأت هذا الموضوع. ثبتك الله وبارك الله فيك، وهنيئا لك الهدايه يا حبيبي. وانا جدا ممنون منك. شكرا الله لك. مع السلامه يا حبيبي، في امان الله. مع السلامه. الله مع السلامة. اكبر ولله الحمد. المهتدي رقم كم معنا؟ المهتدي رقم 6 معنا في هذا البث، فنسأل الله أن يثبتهم وأن يبارك فيهم أجمعين. الحمد لله الذي أخرجه من الظلمات إلى النور.